واصل نادي مانيما يونيون الكونغولي العروض القوية دياله في دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية من بعد ما حقق الربح الثاني على التوالي، حيث فاز خارج التيران دياله على نيروبي يونايتد الكيني ب1-0 اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية. واستغل جينسي مبوما الارتباك في الدفاع ديال الفرقة الكينية وسجل الهدف الوحيد في الماتش في الدقيقة 66 وعطى لفرقته 3 نقاط غالية. وبهذا الفوز طلع مانيما يونيون الرصيد ديالو ل6 نقاط من 2 ماتشات، وبقى كيتقاسم صدارة المجموعة مع الوداد الرياضي في كأس الكاف. وكتبقى كاع الاحتمالات مفتوحة في هذه المجموعة القوية، والجمهور ديال الفرقتين كيتسنى بلهفة شنو غادي يوقع في الجولات الجاية اللي كتواعد بمزيد من التشويق والمنافسة باش يضمنوا ورقة التأهل للأدوار الإقصائية.